على الماده 73 ما يقول لك ما عندكش 10 سنين في الجزائر ما عندكش الدروات تترشح. هذو المسؤولين اللي داروا القانون هذا نتحداهم يجبدوا لي باسبور تاعهم اذا نلقاو عندهم اكثر من 90 يوم اقامه مباشره في الجزائر. يوروا لي باسبور تاعهم بما فواياج ونشوفوا ذا يريحوا 90 يوم قباله في الجزائر. هم يريحوا سمانه بسمانه. يجي سمانه يريح هنا عنده ميتينغ يهبط يعاود يولي في نهارو. انا في حياتي ولا تلاقيت مع يحيى هذا في الطريق. وين راه عايش؟ اسمع تلاقى مع بوكو دي بيرسوناليتي بوليتيك مي تاع الجزائر في حياتي ولا تلاقيت بهم في الطريق وراهم عايشين منين راهم يقضوا. لقيتهم نعرف اصلا وجوههم وراهم عايشين هادو. انا نعرف انا هنا في فرنسا تلاقيت مع ساركوزي كان يدير فوتيك مع صباح. دوك تلاقيت بكوبيون دوك. هادو المسؤولين تاعنا الجزائريين وين راهم عايشين. نتحداهم يجبدوا له باسبور الجيريان تاعهم ولا كواك سو سوا واش عندهم كوم ان باسبور سي با موا يورونا شحال راهم يريحوا في الجزائر. نتحداه ما كاش لا راه يريح اكثر من 90 يوم في الجزائر. دونك ما يجيش يقول لك انا هذا ما عندوش 10 سنين ما عندوش الدروه يترشح. الماله ثاني نزيدها كيما درتها من قبيل نزيد نعاودها دوكا يقطعوا لي ليست الكتورال ما يديروش فوط هنايا في الخارج يفوتوا غير اللي راهم في الجزائر وخلاص. يفوتوا غير اللي راهم في الجزائر وحنا هنا راهم في هنا في فرنسا ولا في الامريكان ولا ما يعطونهمش روحوا تفوتوا. اللي كذا ما عندوش الدروه يترشح. كما قلتها المواطن ينتخب وينتخب ماشي تمنعوا من جهه ما عندوش الدروه يترشح ومن جهه تعيط له ارواح تصوت ارواح تفوتي. المهم والسلام عليكم. برافو ما يكون الميساج يكون وصل.